تلاحظوا الحضور الجماهيري الكثيف اللي جاء من ساحه سوق الغزل. في الحقيقه هذا الجمهور اللي جاء سعدنا وفرحنا لانه تجسد فيه المشروع ديالنا ديال سياسه القرب الثقافيه اللي تنحاولوا اننا نقربوا للمواطنين الساكنه، اننا نقربوا لهم الثقافه اللي تيحبوها وتيبغيوها من خلال المواد الفنيه اللي قريبه لقلبهم، مثلا الكوميديا، الملحون، الاله، الطرب الاندلسي، عيساوه. اذا اليوم حنا تنقيسوا واحد الجانب مهم اللي التفاعل ديال الجماهير وديال المواطنين تيعطينا ثقه ان المشروع اللي خططناه انه حي، وانه لمسهم وقاربهم، وانه هما احتضنوا بواحد الحب وواحد الشغف. تنتمنى هذا الجمهور هذا يزيد يوصل معنا هذه النجاحات خلال هذا الاسبوع كله اللي غادي ان شاء الله تجي فوق المنصه ديال ساحه سوق الغزل. اليوم هذه المنصه الان اللي ولات منصه، هذه الساحه اللي ولات ساحه ثقافيه مهمه، فضاءها فضاء ثقافي، الحضور ديالها المتكرر من خلال مجموعه من الانشطه اللي تبرجت هنا خلات هذه الساحه تكون تتعيش واحد اللحظات جديده جميله، تعيد لها، تتأسس لها تاريخ جديد، تاريخ ثقافي، تاريخ ينسجم فيه الابداع بالسياسه القرب. سي جمال شنو وقعتوا هذا الحضور السنوي؟ في الحقيقه تفاجئنا بهذا الحضور هذا، ولكن تيبان انه التراكم اللي حققته هذه التجربه خلال السنه الثالثه هذه، هذا التراكم هو اللي خلانا اليوم نشوفوا هذا الجمهور، وانا تنتوقع جمهور اخر اكثر من هذا غادي يكون في الليالي الاخرى والسهرات الاخرى. شكرا للجمهور السلاوي على التفاعل، وحنا ان شاء الله من خلال هذه البرامج وبرامج اخرى اللي تكون في ساحات اخرى، مثلا ساحه سوق كبير او ساحه باب حسين او ساحه باب المريسه او من خلال المنازل والبيوتات السلاويه، سوف نعيش سنه بكاملها سنه ثقافيه، سنه ابداعيه، سنه ديال ثقافه القرب من خلال فنانين سلاويين اللي غادي هما اللي غادي ينشطوا هذه الامسيات وهذه اللحظات الابداعيه. نشكروا الجهه المنظمه لهذه التظاهره الثقافيه اللي عندها واحد البعد كبير، انها كتبرز القيمه المضافه ديال هذه الساحات، خصوصا بعد التجديد ديالها والعمليه ديال التجديد ديالها اللي وقعت. فتنظن بان هذا الشيء ما كيزيد غير قدام القيمه ديال هذه المدينه العريقه اللي هي مدينه سلا، احدى اقدم المدن في المغرب، وخصوصا في هذه المناسبات الدينيه، وخصوصا ان مدينه سلا معروفه طقوسها الدينيه الخاصه، خصوصا في شهر رمضان الكريم ورمضان مبارك سعيد. نشكركم بزاف على التظاهرات اللي ديروا لنا في مدينه سلا اللي غنيه بالتراث الرفيع، التراث القديم، التراث المغربي الاصيل. مدينه سلا معروفه بزاف ديال الحوايج بالبيبان ديالها، بالتاريخ ديالها، بالثقافه ديالها، وكنشكركم بزاف تشكرونا بهاد المهرجانات الزوينه وديما سلا.